مبهدله. هذا كل واحد يدير حاجه مش مليحه كون يتكلم عليه الامام يهبط راسه وعلاش يتكلم علي الامام، فما بالكم لو تكلم عليك الله رب العالمين بين الامم يوم القيامه. هذا في الدنيا هنا في جامع فيه ميطرتين على ميطرتين ما ترضاش، في جماعه قاعدين كون نقول لك فلان دير ديك الحاجه ما تقبلش، فما بالكم بفضائح يوم القيامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الأخيرة قبل وفاته قال لهم من عنده درهم أو دينار فليأخذه اليوم قبل الغد. في الخطبة نتاعو ناض واحد من الصحابة قال له يا رسول الله نسالك دينارين أو درهمان. الصحابة قالوا للرجل أما تستحي من رسول الله تكلم رسول الله أنك تسال صوارد ودرهمان في وسط الناس؟ قال لهم النبي القائد الأعلى للأمة، القائد الأعلى للأمة اسمعوا وش يقول، قال لهم دعوه ألا إن فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، ألا إن فضوح الدنيا